تعرف منها درجة اللزوجة بتاعته، تقدر تعرف منها تقليقي ولا لا، تقدر تعرف منها هو مواصفات ايه، وهتقدر تعرف منها ايه الاضافات اللي محطوط عليها. او اي نوع زيت بيبقى مكون من الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول، بيبقى تقيل على ترمبة الزيت وبيبقى تقيل في التزييت بتاعه كمان، فبيأذي الموتور، ما بيفيدش الموتور. بس هوضح لك ليه واحنا ماشيين في الفيديو، اصبر عليا بس. اتقال كده خليك زي الزيت تقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. عشان انا حاسس بيك وعارف انك كل مرة بتيجي تغير فيها زيت بتبقى محتار تغير زيت نوعه ايه، او ايه الزيت المناسب للموتور بتاعك وتختاره ازاي، وفي حاجات كتير قوي بتحيرك وبتبقى خايف تحط زيت غلط او يطلع يبوظ موتورك او يحصل اي مشكلة للموتور بتاعك. فالفيديو ده ليك وهعرفك ازاي تختار الزيت المناسب لعربيتك. قبل اي حاجه وقبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتصلي على النبي في كومنت. خليني اقول لك في البدايه ان زيت عربيتك هو اكتر حاجه تحافظ على الموتور بتاعك واكتر حاجه تدمر الموتور بتاعك. لو بتتاخر في تغيير الزيت انت كده بتدمر الموتور، ولو بتحط نوع مش مناسب او لزوجته مش مناسبه لعربيتك فانت كده برضو بتدمر الموتور. يعني اول حاجه عايز اوصلها لك في الفيديو بتاع النهارده ان تغيير الزيت دي حاجه اساسيه ولازم تعملها في ميعادها ويمكن قبل ميعادها كمان. الزيوت عموما في زيت بيبقى مكتوب عليه 5000 وفي زيت بيبقى مكتوب عليه 10000، يعني الكيلوات اللي المفروض بتمشيها بغيرة الزيت. بس عموما انا ما بفضلش ان انا احط في عربيتي او اي حد يحط في عربيته زيت اكتر من 5000 وينزله على 3000 ونص او 3000، لان معظم الزيوت عندنا في مصر بتبقى انواعها مضروبه او فيها مشاكل. يعني الزيت ال 10000 ما بيمشكش 10000، هو مكتوب عليه بس، فاهمني. والاهم من ده كله انك تختبر الزيت بنفسك. يعني الموتور بتاعك ممكن يحرق الزيت اسرع من الطبيعي. يعني لو الزيت بيمشي 5000 وهو الزيت كويس مثلا ونضيف فعلا، ممكن الموتور بتاعك يكون بيسرب في الضغط او في مشاكل في الحرق فيخلي الزيت بتاعك يتحرق اسرع. طب ازاي يا عمده نكتشف الموضوع ده، او ازاي نختبر الزيت بنفسنا؟ هقولك. اول حاجه افتح غطا الزيت بتاع الموتور وشم ريحه الزيت على الغطا. لو لقيت الريحه شبه ريحه البلاستيك المحروق وريحه نفاذه كده يبقى كده الزيت اتحرق، وده مش العامل الاساسي. تاني حاجه اللون، لو بني فاتح او عسلي او اللي هو لون الزيت الطبيعي اللي بتجيبه من الجيركن او اغمق سنه صغيره فده ما فيهوش مشكله، كده الزيت بتاعك تمام. لكن لو اسود غامق خالص يبقى كده الزيت بدا ان هو يتحرق او كده الزيت اتحرق فعلا. بس خد بالك مش اي زيت لونه اسود معناه انه اتحرق، لان معظم العربيات لو مشيت بالعربيه شويه بتلاقي الزيت كده لونه غمق او اسود شويه، فمش معنى ان هو لونه اسود يبقى الزيت اتحرق. لازم يكون لونه اسود وريحته كمان تكون نفاذه، ريحه الحرق او ريحه البلاستيك المحروق اللي انا بقول لك عليه دي تكون نفاذه. ده غير ان انت بتقيس درجه لزوجه الزيت، بتحط نقطه من الزيت على صوابعك كده وبتبدا ان انت تفركها. تمام، لقيت ان في لزوجه تحت صوابعك الاثنين، في لزوجه كده تمام الزيت، فكده ايه لسه يعني في الرمق شويه. لكن لو لقيته شبه الميه او في حبيبات صغيره رواسب يعني بمعنى صح على صوابعك وحسيت بيها ولقيت ان ايدك كانك حط عليها نقطه ميه مش زيت، يعني مفيش لزوجه، يبقى كده الزيت اتحرق نهائي. ومعنى كده ان طالما مفيش لزوجه على ايدك فكمان مفيش لزوجه جوه المكنه، يعني الموتور بتاعك بدا ان هو هياكل نفسه. طيب نختار الزيت المناسب ازاي يا عمده؟ لازم تفهم الاول خصائص الزيت عشان تعرف تختار الزيت المناسب لعربيتك. اول حاجه الارقام اللي بتبقى مكتوبه على جيركن الزيت اللي هي 10W40 او 5W30 او 15W50 او 10W50، ايا كان الرقم اللي بيبقى مكتوب على جيركن عربيتك ده مش مكتوب كده عشوائي او الشركه حاطاه لمجرد المنظر، لا الرقم ده 10W40 مثلا. الرقم 10 ده يعني درجه لزوجه او درجه تقل الزيت في درجه الحراره المنخفضه، يعني في الشتاء مثلا او في وقت التشغيل العربيه لما تيجي تشغل العربيه الصبح وهي لسه بارده تماما مفيش اي حراره في الموتور، فدي درجه تقل الزيت في درجات الحراره المنخفضه. طب الرقم الكبير ده درجة تقل الزيت في درجات الحرارة المرتفعة، يعني بعد ما تدور العربية وبعد ما العربية تسخن فدي درجة تقل الزيت او درجة لزوجة الزيت في وقت الايه التشغيل الاقصى درجة حرارة بتوصل لها العربية او عند درجات الحرارة العالية. تمام. طب واحد هيجي يقول لي طب ما احنا كده ممكن نحط زيت 10W50 وكل ما الرقم هيبقى اكبر كل ما الزيت هيبقى اتقل فكده الزيت هيبقى احسن. لا طبعا الزيت مش كل ما يبقى اتقل كل ما يبقى احسن للموتور. الزيت لو تقل بزياده عن اللزوم على الموتور بيبقى تقيل على ترمبه الزيت وبيبقى تقيل في التزييت بتاعه كمان فبيأذي الموتور، ما بيفيدش الموتور. يعني مثلا رقم 5 بيبقى اسرع في الجريان جوه الموتور من رقم 10. وزي ما قلنا الرقم التاني اللي هو 30 او 40 او 50، 30 ده بيبقى خفيف مع الحراره، 40 بيبقى تقيل مع الحراره، 50 بيبقى اتقل مع الحراره. تمام، برضو مش معنى كده انك تجيب اعلى رقم وهو يبقى تقيل مع الحراره فكده تمام، ولسه هوضح لك ليه واحنا ماشيين في الفيديو، اصبر عليا بس. اتقال كده خليك زي الزيت تقيل.
الزيت ليه 4 خواص لازم ناخد بالنا منهم ونختار ايه اكتر حاجه مناسبه في الخواص دي للمواتير بتاعتنا او للعربيات بتاعتنا. اللزوجه اللي انا قلت لك عليها في الاول 10W40 او 5W30 او 10 او 15W50 دي اول حاجه في ال4 خواص بتوع الزيت. طب ايه الحاجه التانية؟ الخاصيه التانية في الزيت هي نوع الزيت نفسه، نوع الزيت اللي بيزيت الموتور، مش نوع الجيركن اللي هو مثلا توتال او موبيل او ايا كان النوع اللي انت بتستخدمه. لا انا ماليش دعوه بالانواع دي، انا بتكلم في نوع الزيت نفسه. هل هو زيت معدني ولا نص تخليقي ولا تخليقي بالكامل؟ طب يعني ايه يا عمده الكلام ده؟ يعني الزيت المعدني مثلا ده زيت بيبقى طالع من تكرير البترول، الزيت ده طبيعي ورخيص في السعر وبيتحرق اسرع مع الحراره. النوع التاني زيت نص تخليقي، ده بيبقى نص معدني ونص تخليقي، يعني هو بيبقى خليط ما بين الاتنين، ده بيوازن ما بين الجوده وما بين السعر، بس برضو عمره الافتراضي اقل من التخليقي بالكامل. والزيت النص تخليقي ده بيبقى مناسب لعربيات كتير من العربيات اللي احنا بنركبها والعربيات اللي موجوده في حياتنا دلوقتي. الزيت التخليقي بالكامل ده زيت مصنع كيميائيا بمعايير دقيقه جدا عشان تديك اعلى كفاءه للموتور بتاعك، وده طبعا انضف وبيعيش اطول وسعره اعلى. يبقى كده انت عرفت اول خاصيه اللي هي اللزوجه بتاعت الزيت، وتاني خاصيه اللي هي نوع الزيت نفسه معدني ولا نص تخليقي ولا تخليقي بالكامل. طب ايه الخاصيه الثالثه؟ الخاصيه الثالثه وهي المواصفات بتاعه الزيت. كل نوع زيت بيبقى ليه زي نظام شهاده كده، بتبقى مواصفات امريكيه او مواصفات اوروبيه او مواصفات مشتركه. يعني مثلا ABI-SN دي مواصفات امريكيه، ACEA-A3 دي مواصفات اوروبيه. فكل زيت بيبقى عليه زي نظام الشهاده دي، الشهاده دي بتبين لك هو ايه الاضافات او ايه المواصفات اللي محطوطه في جوه الجيركن ده، ايه الحاجات الحمايه اللي بتديها لك الشركه دي. يعني كل شهاده من دول بتديك مواصفات معينه معتمده ان الجيركن ده او الشركه دي فيها الخاصيه اللي احنا هنعرفها في الجزء الرابع، اللي هي الخاصيه الرابعه اللي هي الاضافات اللي بتتحط على الزيت. الاضافات اللي بتتحط على الزيت دي بيبقى ليها خواص كتير، انها مثلا بتمنع التآكل وتمنع الصدى، بتمنع الرواسب، بتنظف الموتور من جوه. كل زيت بيبقى ليه خاصيه زي ما قلت لك في الشهادات او المواصفات اللي انا بقول لك عليها. المواصفات دي بتبقى معتمده ان الزيت مثلا بيمنع التآكل وبيمنع الترسيب او بيمنع الصدى. يعني بيبقى فيه المواصفات، كل ما تلاقي مواصفات معينه بتلاقي ان هي معتمده لان الزيت ده فيه خاصيه معينه، اللي هي الاضافات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الصفه الرابعه من خصائص الزيت، اللي هي اول واحده قلناها وهي اللزوجه اللي هي 10W40 اللي احنا اتكلمنا فيها من البدايه. وتاني حاجه اللي هي نوع الزيت نفسه معدني ولا نص تخليقي ولا تخليقي بالكامل. وتالت حاجه اللي هي الشهادات دي بتبقى معتمده من الشركات اللي انا لسه متكلم فيها. والحاجه الرابعه اللي هي الاضافات اللي بتتحط على الزيت وليها علاقه بالشهادات، يعني 3 و4 دول متصلين ببعض، لان الاضافات اللي بتبقى محطوطه على الزيت ليها علاقه بالشهاده اللي الزيت بياخدها، سواء شهاده امريكيه او اوروبيه او يابانيه امريكيه مشتركه. في شهادات كتير هنزلهم لك بالتفصيل في صوره وانت ايه بقراهم، او هعرفك ازاي تخش تجيبهم من على النت. بتعرف بقى الاضافات دي ازاي على الجيركن؟ بص على الجيركن نفسه بتلاقي مكتوب عليه اضافات زي انتي اوكسيدنت يعني مضاد للاكسده، او انتي فوم يعني مضاد للرغوه، وزي انتي وير اديتور مش عارف ايه كده. انا هكتب لك الكلمه عشان انا جايب 3 من 60 في الانجليزي فما تلومنيش على النطق، يعني معناها ان هو مضاد للتآكل. فراكشن موديفير ودي معناها يقلل الاحتكاك ويحسن الاداء. وفي بعض الشركات ما بتكتبش الكلام ده كله او بتكتب كل حاجه على بعضيها، لا بتكتب جمله مختصره لكل الكلام ده، زي الجمله اللي انا هكتبها لك بالانجليزي دي وهترجمها لك بالعربي عشان انا مش هنطق لك الكلام ده كله يعني. ودي معناها يعني الزيت فيه حزمه اضافيه كامله. وممكن تعرف الاضافات والمواصفات بتاعه الزيت من ملف الشركه او من موقع الشركه نفسه، في ملف PDF بيبقى خاص بالزيت اللي انت بتشتريه. لو عايز تعرف الحاجات دي بتخش على جوجل تكتب نوع الزيت بتاعك وتكتب بعدها داتا شيت، وليكن مثلا كاسترال GTX 10W40 داتا شيت، وبعد كده هيطلع يعني هتبحث هيطلع لك الشيت PDF بتاع مواصفات الزيت ده. فاكتب نوع الزيت بتاعك على جوجل واكتب بعدها داتا شيت، هيطلع لك PDF بتاع المواصفات بتاعه الزيت، تقدر تعرف منها درجه اللزوجه بتاعته، تقدر تعرف منها تخليقي ولا لا، تقدر تعرف منها هو مواصفات ايه، وهتقدر تعرف منها ايه الاضافات اللي محطوط عليها، تقدر تعرف منها كل الخواص الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي دول هتقدر تعرفها من خلال الشيت ده. وممكن تعرف الاضافات من خلال الشهاده اللي انا قلت لك عليها في رقم 3، عشان كده قلت لك ان هم مرتبطين ببعض. يعني زي ما قلت لك ABI-SN/SB دي مواصفات امريكيه فيها اضافات منع للتآكل وتنظيف عالي. ACEA A3 دي مواصفات أوروبية فيها حماية من الأكسدة.
ILSACGF6. دي مواصفات يابانية امريكية مشتركة، فيها اضافات بتقلل الاحتكاك. عارف ان انت دماغك لفت وعارف ان انت رحت وجيت مني فاهمني، بس انا هلخص لك كل ده بالراحة في الاخر، وهعرفك ازاي تختار نوع الزيت بتاع عربيتك. بس انا بعرفك كل الكلام ده عشان عايز افهمك ايه اللي بيبقى موجود جوه الجيركن. انا ماليش دعوة بنوع الزيت، انا ليا دعوة بالتكوين بتاع الزيت نفسه. اي زيت عموما او اي نوع زيت بيبقى مكون من الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول. شوف انضف نوع بيحط اضافات وانضف نوع بيعمل جودة زيت كويسة من الحاجات الشهادات بتاعته او من الاضافات اللي انا بقول لك عليها دي، واستخدمه. بس هقول لك ازاي تستخدم بقى، اذا كان خفيف ولا تقيل ولا متوسط ولا تقليقي ولا معدني. اصبر عليا. نيجي بقى لاخر حاجة، وازاي تختار النوع المناسب لعربيتك. في حاجة مهمة، لو عربيتك معاك المرجع او الكتالوج بتاعها، فانت بتلاقي في الكتالوج ايه النوع المناسب اللي انت تحطه في الموتور بتاعك. الشركة بتبقى منزلة الكتالوج فيه النوع المناسب. طبعا لو انت بقى معكش الكتالوج او معاك عربية مستعملة او عربية قديمة او الكلام ده كله، العمدة هيقولك. لو حالة الموتور عندك سليم 100% ومفهوش اي تسريب او الجوانات بتجيب تسريب او الموتور متهالك او الكلام ده كله، فانت ممكن تحط زيت خفيف شوية زي مثلا 5W30 ويكون تقليقي بالكامل. كده انا قلت لك لزوجة الزيت ونوعه. انت بقى شوف ايه المواصفات والاضافات اللي بتبقى موجودة في الزيوت، واختار انضف شركة بتكون فيها شهادات معتمدة من اللي انا قلت لك عليها في رقم 3، وفيها اضافات اللي انا قلت لك عليها في رقم 4. لكن لو انت موتورك سليم 100%، انا خد بالك ماليش دعوة بالموتور قديم ولا جديد، يعني ماليش دعوة بالموديل بتاع العربية. انت ممكن العربية معاك تبقى موديل 80 مثلا فاهمني، بس الموتور بتاعها لسه معمول له عمرة وسليم ومحكوم والبساتم محكومة والدنيا تمام والجوانات بتاعته محكومه، ما فيهاش اي تسريب وما فيهاش اي، يعني الموتور بتاعك ما فيهوش ملي تاكل زيت. فانت في الحاله دي ممكن تحط زيت تقليقي بالكامل ويكون 5W30 عادي، مفيش مشكله. يعني مش شرط عشان عربيه قديمه نحط لها زيت تقيل. المعنى بعربيه قديمه او تحط زيت اتقل 10W40 مثلا لعربيه اقدم او كده، ان هي تكون ماشيه فتره. يعني الموتور بتاعك لو حالته سليمه 100% ايا كان موديل العربيه ايه، حط زيت تقليقي بالكامل 5W30 مفيش اي مشكله. لكن موتورك ده لو ماشي مثلا فوق ال 100,000 او ال 150,000 كيلو، في الحاله دي انت بتبدا تحط له زيت 10W40 يكون اتقل شويه، يعني متوسط في اللزوجه او متوسط في التقل، وتحط له نص تقليقي عشان برضو يكون درجة التقل بتاعته. لو عندك تسريب صغير في الجوانات ما يعديش. لو نسبة التآكل في البساتم برضو يعني فيها نسبة تآكل خفيفة، لو حطيت زيت تقليقي بالكامل وزيت خفيف 5W30 هيعدي على البساتم وهيطلع لك دخان من الشكمان، والزيت هينقص في الموتور وهتحس ان مكانتك مفوتة، ولكن هي مش مفوتة ولا اي حاجة. لو رجعت حطيت ال 10W40 هتلاقي الموتور بتاعك سليم 100% مفهوش اي مشاكل. فده اللي احنا بنتكلم فيه، او ده المقصود بالموتور قديم او موتور جديد او موتور حالته كويسه او موتور وحش. اخر حاجه بقى واخر حاله، الزيت التقيل اللي هو 15W50 او 10W50 او الزيت التقيل عموما. لكن بنحط الزيت التقيل ده في المواتير المتهالكه، يعني موتورك لو بدا ان هو ياكل زيت مثلا معاك او الزيت بتاعه بينقص او الجوانات عندك فيها تسريبات كتير، فبتبدا تحط زيت 10W50 او 15W50 او 20W50 عشان الزيت يكون تقيل على الموتور بتاعك. ولو موتورك فعلا بياكل زيت، يعني المكنه عايزه عمره مثلا وعايز هتمشيها شويه، فانت ممكن تحط زيت معدني بقى. في الحاله دي انت كده الزيت هيتاكل معاك، فانت مش فارق لك بقى، يعني انت خلاص مش بقى على الدنيا فاهمني. حط زيت معدني وحط زيت تقيل يعني عشان ما يتسربش بسهوله والمكنه ما تاكلوش بسهوله. في الحاله دي انت بتحط الزيت اللي هو ايه التقيل. لكن الزيت التقيل لو مكانتك سليمه يعني مش محبوب خالص، لانه بيضر المكنه ما بيفيدهاش. الزيت التقيل ده اصلا معظمه بيبقى العربيات الجاز والعربيات اللي فيها احمال كبيره فاهمني. لكن عربياتنا البنزين انت لو موتورك سليم 100% بتحط له زيت تقليقي بالكامل 5W30 او تقليقي بالكامل 10W40 تمام. لو موتورك فيه بعض التسريبات الخفيفه. لكن لو موتورك متهالك شويه او مش متهالك، يعني ماشي مسافات كبيره او قطع 100 150 الف 200 الف كيلو، بتبدا تحط نص تقليقي. ودي المتعارف عليه في عربياتنا عموما، يعني معظم الناس دلوقتي معاها عربيات معديه ال 100 150 الف، فبيحط الزيت نص تقليقي 10W40 درجة اللزوجة بتاعته مناسبة. بالنسبة بقى المواصفات والإضافات انت بتختارها زي ما قلت لك. ممكن تخش على موقع الشركة نفسه وتشوف النوع اللي انت هتحطه وتجيب الشيت بتاعه ملف الPDF بتاعه بتاع نوع الزيت نفسه، وتعرف الإضافات اللي محطوطة عليه وتعرف مواصفات الزيت وتعرف كل حاجة للنوع اللي انت بتحطه ده، وتشوف ايه أفضل نوع موجود في السوق وتختار
ما بين الانواع اللي موجوده، ايه اللي هيناسبك او ايه اكتر نوع بيكون فيه اضافات وواخد شهادات معتمده كتير عشان يكون يحمي مكانتك اكتر من الزيوت العاديه. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك الكاسترول يعني زيت محترم وكويس، والفول ماكس اللي انا اتكلمت عليه ده برضو زيت محترم وكويس وفيه اضافات كتير، لكن اكيد في انواع تانية محترمه واكيد في انواع تانية كويسه. انا ما اقصدش نوع معين بعينه، انا فهمتك كل الموضوع من اوله لاخره عشان تقدر انك تختار النوع المناسب ليك. وانا من وجهة نظري يعني 10W40 ده افضل لزوجة في الجو المصري عموما بالنسبة للحر اللي بيبقى موجود عندنا، والصبح برضو في عند درجة حرارة التشغيل 10W40 ده كويس جدا. انت بقى تخليقي بالكامل او نص تخليقي دي حسب حالة موتور عربيتك انت، هل هو موتور جديد وحالته سليمة 100% ولا موتور لسه يعني ماشي مثلا 100-150 ألف زي ما اتكلمنا، دي بتاعتك انت اللي هو تخليقي او نص تخليقي، دي حسب حالة موتورك انت. واهم حاجة المواصفات والاضافات لازم تخش تعمل سيرش عنها وتشوف ايه الشركات او ايه اكتر شركة بيبقى فيها اضافات ومواصفات عالية واخدة شهادات معتمدة اكتر. وما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك وتغير الفلتر. والسلام عليكم.